ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله نعمل مع بعض السمك القراميط اللي هو بيبقى جزل دوت، وان شاء الله طريقه سهله باذن الله وهتعملوها على طول. زي ما انتم شايفين كده، انا كنت جايبه 2 كيلو قراميط بس ما عملتش منهم الا كيلو. يطلع بالشكل الذهبي دوت ومقرمش وما شاء الله عليه يعني. اهو بصوا كده، انا الشكل بتاعه جميل ازاي، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. وكمان لما بيجي يتقلي في الزيت مش بيخلي الزيت يبقى مش نضيف ولا حاجه، بيفضل زي ما هو ابيض. بس ان شاء الله مش على الطريقه بتاعتي دي. اهو انا جبت اهو القراميط، اخدت منهم قرموط كبير وغسلته كويس بالخل والليمون والملح، وعملت له التتبيله بتاعته: كمون وكزبره وتوم وفلفل وبقدونس اخضر. دقيتهم مع بعض او فرمتهم في الكبه، وقطعت القرموط شرايح كده زي ما انتم شايفين، قطع كده جزل، ونضفته كويس. وكده انا تبلته. قلت لكم توم مفروم وكزبره. ودلوقتي انا عملت الترحيسه دي، انا كنت عملتها معاكم في كذا فيديو، بتخلي السمك او البانيه او الحاجه دي مش بتخلي الزيت يبقى مش نضيف، بيبقى نضيف وجميل وابيض. والترحيسه دي كان عباره عن بقسماط ودقيق وبتاع دوت كركم وميه وملح وشويه توابل. اهو كده انا بعد ما عملت السمك في الدقيق، نزلت بيه في التتبيله بتاعتي والتلحيسه بتاعت الخلطه اللي انا عاملاها، وهي دي اللي بتديكي اللون الدهبي والقرمشه. او زي ما انتم شايفين كده، بغرق كل الجزل بتاعت السمك اللي هو القراميط ده، وبشيلها على جنب بالشكل ده، واكون مسخنه الزيت. اهو انا كده خلصت الكميه بتاعتي. اهو كده انا خلصت القطعه بتاعته، وبسم الله ما شاء الله بيرمي لحم كتير، بيبقى جزل كده، وبيجي كمان من عند السماك او السمك المقلي، بيبقى حلو قوي بس غالي. اهو انا كده حطيت كميه الزيت بتاعتي، كنت مغلفه السمك زي ما وريتلكوا اللي هو القراميط دوت، مغلفه بالخلطه بتاعتي اللي هي البقسماط والدقيق والكركم وملح وشويه توابل وميه. كان الزيت سخن ونزلت بيه السمك بتاعي في قلب الزيت، اهو زي ما انتم شايفين ادالي اللون الدهبي دوت وقرمشه ما شاء الله. اهو انا بقلب طبعا السمك بتاعي على جميع الاتجاهات عشان يستوي، مبقاش في حاجه نيه. اهو دي بقى معلش، دي بقى الطاسه بتاعت قليه السمك والحاجات دي. اهو بعد ما بخلص القليه من جميع الاتجاهات، بحط الكميه الباقيه لو فيه. اهو نزلت بالكميه الباقيه بتاعت السمك القراميط. انا كنت مجهزه رز، يعني رز ده السمك تملي بيبقى معاه رز بصل وسلطه. اهو نقلبه لغايه ما ياخد كل السمكات، اخد اللون الدهبي المقرمش ده. اقلبه على كل جنب، اشوف الجنب اللي استوى واقلب على الجنب التاني الني. اهو بسم الله ما شاء الله بيبقى طعمه تحفه. اهو انا طلعت كميتي كلها بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين كده، الله اكبر ما شاء الله عليها. واحنا بنعمل الاكل بتاعنا نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحاجه ان شاء الله يبقى فيها بركه. بصوا كده، شايفين الجمال، حلاوه، مع طبق رز ببصل بقى مع شويه سلطه. لو عايزه تاكليه برده بالعيش بيبقى جميل قوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.